محددة. فإنني قد اتخذت مجموعة من القرارات أوجزها في الآتي. أولا، دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم الذي دعا إليه شباب مصر. ودعوة ملوك ورؤساء وأمراء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة لحضور المنتدى. ومشاركة شبابنا الواعد حلمهم في تكامل الحضارات والنقاش الجاد من أجل صياغة رسالة سلام ومحبة. ثانيا، تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وتقييمها بشكل دوري في ضوء المعطيات والمتغيرات المحلية والعالمية، والتأكيد على ربط برامج الحكومات المتعاقبة مع الاستراتيجية. ثالثا، تكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية من خلال الآتي: 1. زيادة الحيز العمراني للمدينة بمساحة 18,000 فدان. 2. اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطوير المحاور المرورية بدءا من ترام الإسكندرية، قطار أبو قير، محور المحمودية، واستكمال كافة الدراسات الخاصة بها بحد أقصى نهاية عام 2017. استكمال تطوير المناطق العشوائية بشاير الخير بإجمالي 7,500 وحدة والانتهاء منها في منتصف عام 18. البدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية على أن ينتهي العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه. الانتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بمساحة تصل إلى 1000 فدان وطرحها تباعا للاستثمار خلال عامين على الأكثر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية. هذا بالإضافة لإنشاء بورصة زراعية على مساحة 57 فدان في منطقة مديرية التحرير بوادي النطرون، والانتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط. البدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر تمهيدا لوضع المشروع حيز التنفيذ متضمنا المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية. البدء الفوري في طرح أراضي المنطقة الاستثمارية بمساحة 10,000 فدان في مقتوبس بمحافظة كفر الشيخ بامتداد 25 كيلومتر على الساحل قبل نهاية هذا العام، وبما يتيح حوالي 250,000 فرصة عمل عند اكتمال هذا المشروع. تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية ومحافظة الغربية لدراسة قيود الارتفاع بالمحافظة وإيجاد بدائل لظهير صحراوي لها على أن تنتهي الدراسة خلال 3 شهور بهدف التوسع العمراني بالمحافظة مع الحفاظ على الرقعة الزراعية. قيام الحكومة بالنظر والدراسة الفورية لجميع المطالب والشكاوى التي تقدم بها كل من أهالي محافظات إقليم غرب الدلتا والتي تم تسليمها لابننا الشاب ياسين الزغبي، وإفادتي خلال أسبوع من تاريخه بالموقف والإجراءات التي تم اتخاذها. قيام الحكومة بالبدء بشكل عاجل في إعداد تخطيط متكامل لإنشاء كيان ثقافي شامل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، يشمل الأوبرا والمكتبة، المسرح، مراكز التراث، المتحف، ورش الإبداع. هذا بالإضافة للإعداد والتخطيط لإنشاء كيان ثقافي ومعرفي مصغر مماثل في المدن الجديدة الجاري إنشائها في محافظات صعيد مصر، على أن يتم الانتهاء من هذا التخطيط خلال شهر على الأكثر من تاريخه تمهيدا للبدء في التنفيذ. قيام مجلس الوزراء بالانتهاء من إقرار التقسيم الإداري الجديد لمحافظات مصر بما يشمله من إضافة ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر وتعديل حدود باقي المحافظات، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم، وذلك كخطوة رئيسية في مجال دفع